انت انسان ذكي يا كابتني، عشان كده هسألك سؤال مهم جدا. تفتكر لو قضيت 6 ساعات في الشغل او حتى 8 ساعات وقررت بعد كده اللي انت تروح تتمرن من غير اكل ومن غير ما تشرب حتى ميه، ده هيخليك تعمل عضلات ولا لا؟ الاجابه من غير ما تشغل دماغك وتوجع دماغك كتير مستحيل يا كابتني. بالعكس، انت ممكن كمان تخسر عضلات لو عملت كده. عشان تقدر تشيل اوزان وتلعب بالحديد لعب كده ويبقى هو اللي انت بتلعب بيه مش هو اللي بيلعب بيك، لازم يكون عندك جلوكوز عالي جدا في الدم ومتخزن كمان في العضلات على هيئه حاجه اسمها جلايكوجين. ده مش هيحصل من غير ما يكون معدتك وبطنك فيها اكل. كمان الميه فيها معادن اساسيه بتساعد على ضغط الدم وكمان انقباض العضلات. فالنقطه اللي انت لازم تتاكد منها انك تكون اكل وجبه على الاقل قبل التمرين، ومش لازم تكون حاجه كبيره. يا عم كوبايه قهوه وموزه هتبقى حلوه قوي، معاها كمان حتتين 3 تمر كده سنه. خش الحديد، اعمل معاك ازازه ميه زي دي كده، تعمل شغل عظمه. انا بحب ان انا ممكن اشرب لتر ونص ميه في التمرينه بتاعتي، ما فيش فيها اي مشكله خالص. فتاكد انك تكون اكل وشارب ميه، تخش الحديد تعمل عظمه وتقول كلمه السر يا متين يا رب. الساعه 10 كل يوم بنزل لك فيديو زي ده، فقول لصاحبك المعلومه دي وقول له اللي في واحد اسمه احمد عجلان بيعمل فيديوهات زي دي. سلام.